الكره مستطيل العمليات، فرصه رفع الكره في القائمه الثاني، البحث على حمزه النوري ولكن هناك انفراد بالحارس. فرصه العوده الممتازه، عوده ممتازه لفيريرا دي اوليفيرا اللي كانت محاوله في فريق النادي البلاسي من جديد بواسطه اللاعب ايوب الغراز. حكيم زياش طريقه ممتازه يضع الكره في الشباك. هدف اول لفائده فريق الوداد، فرحه كبيره للجماهير الحمراء وكذلك للمدرب محمد بن شريفه وللطاقم التقني. هدف كيجي في الدقيقه الثالثه والعشرين بواسطه حكيم زياش، كيوضع الكره بطريقه شميله على مستوى الجهه اليسرى لمرمى الحارس ايمن مجيد. اذا 1-0 لفائده فريق الوداد. تابعوا من جديد هذه التسديده، طريقه ممتازه لجماليه الهدف. اكيد نتابعوا مع اكثر من زاويه. حكيم زياش يضع الكره في الشباك ويضع الوداد الان في المقدمه بهدف. صراحه طريقه جميله، وهذو الاهداف اللي نقول نتابعوها بالدوري الاحترافي بهذا الشكل وهذه الطريقه. كانت صعوبه لعبات الكره لكن تدخل بور وايبرسون وجيفرسون البرازيليين لائحه طويله صراحه. يبدا فريق النادي البلاسي لعبات كره لكن بعيده. فرصه ومحاوله لبدايه فريق النادي البلاسي بعد تسديده، تدخل الحارس، تدخل داخل مستطيل العمليات لكن تغطيه دفاعيه كانت حاضره. وكان هناك خطا لصالح مصدق على مستوى ابعاد الكره، وزهير تمكنش من وضع الكره في الشباك. تضيع هذه المحاوله لفريق النادي الكلاسي الذي كان قريبا من تسجيل هدف التعادل بواسطه المهاجم زهير الديب. مستطيل العمليات النوري الحكم يعلن عن ضربه جزاء. الحكم يعلن عن ضربه جزاء لفائده فريق الوداد. ضربة جزاء في الأنفاس الأخيرة في الوقت بدل الضائع لهذه الجولة الأولى، في الوقت اللي هناك احتجاجات من لاعبي ديال فريق النادي الكلاسي. الحكم محمد الجبلاوي كيطمن اللاعبين من يكون هناك وسيكون هناك متابعة لتقنية الفار للقطة من طرف حكمي الفار تواجد بارودي وأبرتون. نتابع حمزة النوري، مراوغة أخرى لأيمن مجيد. كان هناك لمس، هل كان هناك تدخل من طرف الحارس ايمن ماجد في اللقطه الاخيره؟ اذا الحكم اعلن على ضربه جزاء في انتظار حكيم زياش وايمن ماجد. الصافره ديال الحكم حكيم زياش يستعيد، حكيم زياش كره في الشباك. هدف ثاني لفائده فريق الوداد من نقطه الجزاء، والموقع وحكيم زياش. فرحه كبيره على مستوى المدرجات، جماهير فريق الوداد تتنفس الصعداء الان بهدف ثاني في هذه المباراه امام فريق النادي الكلاسي. امامنا الحارس ايمن ماجد، كان تدخل امام حمزه النوري. الحكم لم يتردد في اعلان عن الجزاء يترجمها لهدف ثاني. حكيم زياش عبيد فريق الوداد، لاحظوا بكل قوه ما خلاش حتى الفيصل ايمن ماجد انه يتبع الكره. لاحظوا بكل قوه كره على مستوى الجيل منها لمرمى الحارس ايمن ماجد. هدف ثاني لفائده فريق الوداد بواسطه حكيم زياش في مصدق، وبالتالي تطمت. نتابع من هذه الزاويه التمريره ديال اسماعيل بن خطيب. صلاح مصدق اللي بغى يقطع الكره ديالو الراسيه ديالو كانت راسيه من جديد، وتدخل الحارس ايمن ماجد. جوزيف باكاسو يمرر تسديده قويه لايوب بوشتا ثم راسيه. لاحظوا ايوب بوشتا مباشرة وتدخل ماجد. حكيم زياش كيسدد، لكن التسديد ديال من الوداد غادي يواجه المتأهل من اللقاء الجيش الملكي امام صطاد. كيرفع الكره داخل مستطيل العمليات، تدخل دائما الكره عند العربي النجم. واحد اونزو مراوغه شنو يعمل؟ اونزو يسدد فرصه، تدخل الحارس بن كيمر عند شمسي الخليدين يمرر، لكن حاول بدايه فريق النادي الكلاسي بحث امكانيه التمرير تصل للاعب زهير الديب اللي ترفع الكره الراسيه لكن ما كانش بشكل جيد. دائما محاوله بدات في فرصه ضربه بقص من يوسف انور. الكره ديال ايمن الوافي الراسيه ديال العربي الناجي كان في وضع محاوله لبدايه فريق النادي الكلاسي. تسديده تدخل ايمن الوافي مستطيل العمليات.
تعود لمحاولة تدخل الحارس مهدي بن عبيد. كانت محاولة لفتت في تطويل العمليات متابع تواجد كذلك اسماعيل بن خطيب تضيع هذه المحاولة على فريق النادي الكلاسي. لاحظوا صلاح مصدق ما تمكنش من ابعاد الكرة، التمرير العرضية لكن تغطية الدفاعية كانت حاضرة. عمرابط دخول داخل مستطيل العمليات، عمرابط يسدد والتغطية حاضرة. بالتالي هذه المحاولة وسام بن يدر تدخل الدفاع دائما خطورة. وسام بن يدر امام ثلاثة ديال اللاعبين ما يتمكنش وسام بن يدر تدخل داخل مستطيل العمليات، لعبت كرة رأسية لكن الكرة الرأسية